اهلا بيكم، معاكم قناه مطبخ فوفا. النهارده جايه اقدم لكم طريقه عمل مسقعه بالبشاميل بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي بتنجان مقطعاه شرايح بالشكل ده وحطاه في ميه بملح عشان ما يسودش زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. محضره عندي فلفل حراق وفلفل رومي. هاخد بقى البتنجان والفلفل واكون مولعه طاسه على النار فيها ربع كوبايه من زيت الذره، مش هحط زيت كتير، وابتدي اقلي البتنجان والزيت بالشكل ده كده. واكون محضره عندي لحمه مفرومه مع الصجاها، انا هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وعندي بشاميل خفيف جدا وطعمه حلو، برضه هحط لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هحضر عندي البايركس، هبتدي ارص فيه قطع البتنجان بالشكل ده كده. بتنجان انا مصفياه من الزيت وهو ما شربش زيت خالص، زي ما انت شايفه طالع ما شاء الله بربع كوبايه من زيت الذره. انا رصيت كده البتنجان، هبتدي بقى ارص الفلفل بالشكل ده كده. طريقته سهله جدا وخفيف وطعمه بجد بيبقى روعه، اعمليه بنفس الطريقه دي بجد هيعجبك. هجيب عندي بقى اللحمه المعصجه وابتدي انزل بيها على البتنجان والفلفل. انا مش هحط اي مكونات تانية، البتنجان والفلفل مع اللحمه المعصجه. وبعد كده هنزل عليهم بالبشاميل زي ما انت شايفه بالشكل كده. انا رصيت اللحمه المفرومه. هجيب عندي بقى البشاميل، وزي ما قلت لك هحط لك اللينك بتاع اللحمه المفرومه المعصجه والبشاميل في صندوق الوصف، علشان بجد هتشوفيه وهتلاقيه طريقته سهله جدا من غير مواد دهنيه وخفيف جدا على المعده. هبتدي انزل بالبشاميل بالشكل ده. بشاميل قوامه معقول جدا زي ما انت شايفه، كريمه بجد روعه. هكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180 درجه. هدخل البايركس فيه، هياخد في حدود نص ساعه. طبعا كل حاجه عندي مستويه، هو الوش هيتحمر وهيطلع معايا بجد طعمه وريحته خطيره زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد ما استوى هطلعه من الفرن. لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك من وصفات مطبخ فوف. هبتدي اقطعها مربعات وهطلع منها في الطبق وهوريها لك، بجد طعمها خطير، طعمها حلو جدا. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، هتعملي احلى مسقعه بالبشاميل واللحمه المعصجه بطريقه صحيه جدا وخفيفه، نسبه الدهون فيها قليله خالص. مش عايزه اقولك على الريحه، بجد تحفه اهي طالعه ما شاء الله عليها، هتشرفك في اي عزومه. لو عجبتك يلا اعمليها واكتبي لي في الكومنتات. لو في اي وصفة تانية عايزاها اكتبي لي برضو في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير مع قناة مطبخ فوفا. متنسيش اللايك والشير، والف هنا وشفا. باي باي.